يا مساء الخيرات على أجمل وأحلى البنات. يوم جديد في حياتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة أكلة سهلة وسريعة وخفيفة، وما فيهاش مقادير كتير. هعمل معاكم رز بسمتي وبانيه من غير بقسماط وبيض. بدأت الأول بالرز البسمتي، نزلت بالبصلة خليتها دبلت شوية، وبعد كده نزلت بجزرية مبشورة، ونزلت بالبهارات شوحتهم مع بعض، اديتهم كده تشويحة حلوة. وبعد كده كنت سايبه الرز بس الفتره اللي انا عملت فيها البصله في شويه ميه، وبعد كده صفيته ونزلت عليه على الخلطه دي، قلبتها كويس، شوحتهم كويس مع بعض. وبعد كده نزلت عليها حطيت ملح، ما كنتش حطيت مع التوابل. وبعد كده نزلت عليها بالميه المغليه وسبتها كده ايه يعني، خدت غلوه واحده، وبعد كده هديت عليها النار ودخلت بقى على ايه البريدنج بتاع البانيه. كوباية من الدقيق ومعلقة من النشا، وعليها بهارات توم باودر وبصل باودر وبابريكا وشوية ملح وسنة كركم. وبعد كده نزلت بالبانيه، قلبتهم كويس مع بعض. وبعد كده نزلت البانيه انا كنت متبلاه بميه بصل وميه فلفل وفلفل اسود وملح بس كده. نزلت بقى في الدقيق كده، بقيت اضغط عليه كويس، وحطيت جنبي ميه ساقعه فيها تلج. بعد كده بعد ما عملت خطوة البانيه الأول في الدقيق، حطيته في المية ساعة كده، خد غطس، وبعد كده نزل تاني في الدقيق مرحلة تانية، برضو كنت بضغط عليه ونقله في طبق تاني. وهكذا مشيت على باقي البانيه بنفس الخطوات. دقيق، اضغط كويس، بعد كده انزله ياخد غطس في المية الساقعة، وبعد كده اطلعه تاني في الدقيق، اضغط عليه تاني، وبعد كده اركنه. خلصت الكمية، كنت حاطة زيت على النار، زيت يكون سخن. نزلت بالبانيه، قليته. الطريقة دي ما بيشربش زيت خالص، وبيطلع مقرمش حلو جدا وطري من جوه، واللحم كده بتحسوه جوسي جدا، والله بيبقى كويس جدا. بعمل بالفيجيتار وبعمل بالبقسماط وبعمل بالدقيق. الطريقه دي انا ما كنتش عايزاه اللي هو فيه تعريجات زي الكوكي، لا، انا كنت عايزاه كانه معمول بالبقسماط بس بالدقيق. انا اللي كنت حابه يعني اعمل الخطوات دي. خلصت بقيت الكميه قلتها، وكده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتستفادوا منه، واستنوني في فيديو جديد ويوم جديد. كانت معاكم سارة الهواري.